علشان ننهي الخلاف الخاص بعمر الساعي والكلام اللي عمال بيطلع، هيروح الاهلي ولا مش هيروح، في خلاف على المقابل المادي ولا لا. الحقيقه ان النادي الاسماعيلي مش عاوز يستغني عن لاعب بشكل سهل او بشكل قليل من حيث المقابل المادي. فمسؤول النادي الاسماعيلي عايزين من النادي الاهلي 100 مليون جنيه في عمر الساعي، اللي هو استغلال اللاعب امكانياته كويسه جدا، ولكن لو جينا نتكلم عن عمر الساعي ونقارنه بلاعيبه النادي الاهلي او صفقات النادي الاهلي الجديده علشان خاطر تطلب فيه 100 مليون جنيه، فده رقم مبالغ فيه جدا. انت عندك ازمات كتير وعاوز تعمل صفقات في نادي الاسماعيلي وعاوز تحل مشاكل كتير عندك، فانت لازم تعمل آه، يعني عملية بيع تتم بشكل محترف، وفي نفس الوقت تتم بشكل مناسب علشان خاطر بتفتح علاقات ما بينك وما بين إدارات الأندية. فلو جينا اتكلمنا عن عمر الساعي والأهلي، فأنت تقول له 100 مليون جنيه، فده أمر غير طبيعي، والأهلي طبعا مش هيسمح بده. ولكن النادي الأهلي بطلب من مارسيل كولر مهتم بالتعاقد مع اللاعب لحد دلوقتي. كمان في مرونة ما بين مجلسي إدارة الأهلي والإسماعيلي، فأعتقد بشكل شخصي إن عمر الساعي بكرة أو بعده بالكتير هيعلن النادي الأهلي عن انضمامه لخط وسط النادي الأهلي. صفقة محترمة وصفقة هتفيد النادي الأهلي في مركز الديفندر، خصوصا إن مارسيل كولر ادى إشارة للنادي الأهلي وقال لهم يا جماعة كريم نيدفيد في حساباتي الفترة اللي جاية، واحمد نبيل كوكا جاي له عرض من البرتغال، فالتفكير الاكبر هيكون في احمد نبيل كوكا عشان خاطر اللاعب نفسه يستفيد والنادي يستفيد من وراه في ظل تخمة اللاعبين الموجودين في خط الوسط. محمد علي بن رمضان ان شاء الله بنسبة 95%، وده كلام من جوه النادي الاهلي. رتوش خفيفة جدا 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 ورتوش بسيطة وخطوات لحظية بتتم دلوقتي علشان خاطر يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات اللي جاية. فاللي يقول لك يعني بن رمضان مش هيجي الأهلي أو مش عاوز الأهلي، فده أمر وكلام غير صحيح. ولكن بعض الأمور الفنية والمالية هي اللي بتتم حاليا من قبل أمير توفيق ومسؤول المجري اللي بيلعب له محمد علي بن رمضان. إذا فإن شاء الله ومحمد علي بن رمضان خلال ساعات هيكونوا في النادي الأهلي.